القصة ديال اليوم مستحيل ينساوها السكان ديال مدينة الدار البيضاء. قضية اللي هزات الرأي العام المغربي في هذيك الوقيته. قضية ديال جوج خواتات اللي داروا واحد الحاجة اللي كتخلع لدرجة انك ما تقدرش تيق ان بنات في العمر ديالهم يديروا هاد الفعله اللي داروها. السلام عليكم، كيف دايرين؟ كنت ما شاء الله تكونوا كاملين بخير وبافضل الاحوال ان شاء الله وكل شيء تمام. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي قضيه جديده. وإلا كنتي اول مره كتشوف القناه مرحبا بك، وكنت ما شاء الله تشارك بالقناه باش يوصلك كل جديد. ويلا بينا نشوفوا احداث القضيه ديال اليوم. القصه ديال اليوم كتهضر على جوج ديال الخواتات. الاخت الكبيره اللي سميتها خديجه عندها 23 عام، والاخت الصغيره سميتها مريم وعندها ديك 19 عام. هاد البنات هادو ساكنين في الدار البيضاء وكانوا من عائله محترمه، وحتى هما بالشهاده ديال الجيران اخلاقهم مزيانه ومحترمين، وكانوا كيعاونوا الاهل ديالهم في المصاريف ديال الدار. بطبيعه الحال هذه هي الصوره اللي كانوا كيشوفوها الجيران والاهل، حيت حتى شي واحد ما كان عارف الحقيقه. واحد النهار غادي تجيهم فرصه عمل في ايطاليا، وغادي يقادوا الامور ديالهم والفيزا ومشاو سافروا فعلا. ملي وصلوا لايطاليا خدموا هناك، امورهم كانت مزيانه وكانوا كيهبطوا للمغرب فين ما يكون شي عيد اولا شي مناسبه باش يزوروا العائله. داز واحد العامين غادي يجمعوا فيها واحد المبلغ ديال الفلوس، فقرروا انهم يشريوا واحد الشقه في المغرب. فعلا كل وحده منهم خدات شقه في نفس العماره، حيت ما كانوش كيتفرقوا على بعضياتهم. واحد الشقه غادي يسدوها وغادي يسكنوا مع بعضياتهم في شقه وحده، وبقاو هكذاك عايشين ما بين ايطاليا والمغرب حتى لواحد النهار اللي غادي يديروا شي مشكله كبيره في ايطاليا، فهما غادي يطردوهم ورحلوهم من ايطاليا ورجعوا للمغرب. من بعد ما رجعوا للمغرب الامور ديالهم ما بقاتش بحال كيف ما كانت في ايطاليا، وبقاو كيحاولوا يشوفوا شي طريقه يرجعوا بها لايطاليا، ولكن كاع المحاولات ما نجحاتش. فبداو كيفكروا علاش اللي ما يمشيوش لفرنسا، ولكن هاد المره يمشيو بشكل قانوني، يشوفوا شي واحد اللي قاد لهم امورهم باش يكون كلشي مضبوط. بداو كيقلبوا وكيسولوا حتى غادي نلقاو واحد السيد اللي يقدر يقاد لهم الامور ديالهم، ولكن غادي يطلب لهم فلوس كثيره، يعني واحد المبلغ كبير ديال المال. المهم قالوا لي حنا غنعطيوك الفلوس اللي بغيتي، المهم عندنا هو نشوفوا الفيزا بين يدينا. المهم في هذه الوقيته اللي كانوا فيها في المغرب وكانوا كيقادوا الامور ديالهم باش يسافروا لفرنسا، مريم واللي هي البنت الصغيره غادي تتعرف على واحد الولد اللي سميتو عمر واللي كانت عنده 27 عام. فتعرفوا لو مقربين بزاف من بعضياتهم، حتى ان عمر غادي يوعدها انه غادي يتزوج بها. مريم حتى هي وافقات وقالت بلي موافقه نتزوج بيك، وإلا كتب الله غادي نديك معايا حتى لفرنسا. عمر كان مولف انه يمشي عندهم للشقه دائما، كل مره غادي جاي خيطي وكيسهر معاهم. هاد عمر هذا كان عنده واحد صاحبه الروح بالروح، واي حاجه كيعاودها ليه، اي حاجه دارها كان كيعاودها ليه، وكان كيعاود ليه حتى على هاد السهرات وهاد جوج بنات اللي كيجي لعندهم. ومن كثرت ما كيهضر عليهم بزاف قرر واحد النهار انه يجيبوا معاهم باش يتعرف على مريم وعلى خديجه. فتعرف عليهم وجلسوا مع بعضياتهم وسهروا وشربوا وضحكوا، الليله دازت مزيانه. هاد صاحب عمر هذا كان مولف انه يشري السيديات، يعني ديال الافلام اللي على بالكم، الله يستر يا ربي. واحد النهار شنو غادي يطرا، وهو كيتفرج في واحد السيدي غادي يشوف واحد جوج بنات اللي في هذا الفيلم، يعني تيقول فين شاف هاد البنات. بدا كيشوف حتى تفكر باللي هاد البنات كيشبهوا لدوك جوج بنات اللي مشى عندهم مع صاحبه عمر. شافهم وغادي يعرفهم باللي هما، حيت الشبه كان 100%. ومن بعد ما شاف هاد المفاجاه قدام عينيه غادي يهز هذاك السيدي ويديه لصاحبو عمر، وغيدير راسو بحال الا عاد غادي يتفرج فيه مع صاحبه، وما قالش ليه شكون اللي فيه. ملي خدم عمر السيدي وبدا كيتفرج تصدم من داكشي اللي كيشوف قدامه، وهاد جوج بنات مصورين مع ناس اللي غربيين في وضعيات يعني مخله. المهم اللي طرا وجرى ان مريم وخديجه كانوا كيصوروا هاد الافلام في ايطاليا، وكانوا كياخذوا عليها فلوس كثيره، وهذا هو احد الاسباب اللي خلاهم يطردوهم من ايطاليا، حيت قبضوا عليهم في الشقه ديال الدعاره. فهنا عمر بدا كيفهم علاش ما بغاوش يجلسوا في المغرب، وبغاو غير امتى يسافروا لفرنسا ومن بعد يمشيو لايطاليا يرجعوا لخدمتهم. فشي واحد في بلاصه عمر اشنو غادي يدير؟ غادي يهز هذاك السيدي ويدي الخواتات وينوض معاهم صداع، ولكن عمر لا، ما دارش هذا الشيء. عمر شنو غادي يدير؟ بغى يستافد من هذا الشيء، غادي يهز هذاك السيدي وخباه عنده في الدار، وكمل في المسرحيه. كل مره كيجي لعند مريم وخديجه ويسهروا وداير براسو بحال الا ما عارف حتى شي حاجه. كان عمر ملي كيمشي لعند البنات كان مولف انه يمشي بالطوموبيل ديالو وكيحطها في الباركينغ، ومن بعد كيطلع للشقه، وكان الحارس ديال العماره والجيران كيشوفوه دائما غادي جاي لعندهم. وكانوا ملي كيسولوهم الجيران والحارس كيقولوا لهم بلي هذا ولد عمنا جاي من واحد البلاصه بعيده. فالمهم استمروا بحال هكذا كل نهار السهرات والشرب، حتى جا واحد النهار واللي غادي يشرب عمر حتى ما بقاش عاقل على راسو، وبدا كيدخل وكيخرج في الهضره، وبدا كيقول للبنات انا عارف السر ديالكم وعندي واحد السيدي فيه كذا وكذا. فهنا عرفوا البنات بلي عمر عرف بحقيقتهم، صافي كلشي تفضح. مريم بدات كتبكي عليه وكتلحلح عليه، وقالت لي بلي هذا الشيء كان قديم وطرا قبل ما نعرفك، وانا دابا راني تبت وبعدت على هذا الطريق،
ودابا بغيتك غير انت بوحدك وياك اتفقنا نتزوجوا ومن بعد نمشيو لفرنسا ونبداو حياه جديده ونساو اللي فات. عمر عرف بلي هاد الخدمه فيها فلوس بزاف، واكيد دابا راه عندهم فلوس كثيره، فغادي يستغل الوضع وغادي يطلب منهم واحد المبلغ ديال الفلوس اللي يعيشوا بخير. قال لهم الا بغيتو سركم ما يتفضحش غادي تعطيوني 100 مليون، ما بغيتوش شغلكم هذاك وانا غادي نسخ هاد السيدي ونفرقوا على كاع المعارف ديالكم. خافوا البنات وبداو كيترجاوه وكيقولوا ليه بلي منين غادي نجيبوا لك حنا هاد 100 مليون، حيت الفلوس اللي جمعناها في هاد العامين راه ما وصلش لهاد المبلغ اللي كتقول عليه، وداك شويه الفلوس اللي كانوا باقيين عندنا راه عطيناهم للسيد اللي غادي يصايب لينا الفيزا. قال لهم هذاك شغلكم، دبروا على الفلوس من تحت الارض ولا من فوق الارض ولا خباركم غتوصل للعالم. شافوا حتى هي وقالوا لي صافي حنا غادي نوجدوا لك الفلوس، ولكن صبر علينا واحد السيمانه ولا 2 سيمانات والفلوس غادي يكونوا عندك. دازت واحد 3 سيمانات فعلا وعمر غادي يرجع عندهم يسول على الفلوس. قال لهم الفلوس واش موجوده؟ قالوا ليه فلوس واجدين ولكن دابا راه هي في البنكه، فغدا ان شاء الله بكري نمشيو نسحبوها من البنكه ونسلموها ليك وانت تعطينا السيدي. قال لهم صافي مفاهمين، عطيوني الفلوس ونعطيكم السيدي وكل واحد يمشي في حاله. ولكن اللي ما كانش عارف عمر انهم كانوا كيديروا ليه واحد المصيده ولا واحد المكيده كيفاش يتهناو منه. قالت ليه مريم بغيت نطلب منك اخر حاجه وهي نسهروا هاد الليله مع بعضياتنا، حيت توحشتك وشحال هادي ما جلسنا مع بعضياتنا، والصباح نمشيو نيشا للبنكه. جابوا اللوازم ديال السهره، سهروا شويه مع بعضياتهم وضحكوا وهضروا وصافي ناض عمر وقال لهم انا غادي نمشي نكمل السهره ديالي في واحد ديسكوتيك. قالوا ليه الخواتات نمشيو نسهروا معاك كاملين رجلينا على رجليك، وفعلا خرجوا مشاو لواحد الكباري دوزوا الليل هناك. ملي كملت السهره رجعوا كاملين للشقه ديال مريم في الطوموبيل ديال عمر. المهم عمر حط الطوموبيل ديالو في الباركينغ وطلعوا للشقه باش يرتاحوا شويه. مريم جابت لعمر واحد الكاس باش يشرب فيه وهي تحط ليه فيه واحد المنوم. عمر ملي شرب داه الناس والدنيا بدات كدور بيه وما عقل على راسو حتى طاح في الارض. من بعد ما طاح عمر في الارض هنا غادي تبدا التجهيزات ديال احقر جريمه عرفتها كازا. جبدوا الماس وجبدوا المقدات والمنشار وبداو كيضربوه على الراس والدم كيسيل بحال شي نافوره، وخداو السكين كيضربوه في كاع البلايص ودوزوا ليه على رقبته بحال اللي كيذبح شي خروف. المهم ما حبسوه حتى فصلوا ليه الراس على الجسم ديالو. خداو الجسم ديالو وقطعوا لقطع صغيره وداروه في واحد البرميل وكبوا عليه الماء القاطع باش يذوب، والراس خداوه وداروا في واحد الطنجره وشعلوا عليه العافيه باش ما يقدر يتعرف عليه حتى شي واحد. ملي كملوا غاديين ينظفوا الشقه مزيان من البقع ديال الدم ورشوا الروائح وبخروا الدار مزيان باش ما تبقاش الريحه. عمر ملي تختفى الاهل ديالو بداو كيقلبوا عليه في السبيطارات، ربما يكون دار شي حادثه، وفي المراكز ديال الشرطه ربما يكون مشدود في شي قضيه، ولكن والو ما لقاو عليه حتى شي خبر. سولوا عليه الاصدقاء والمعارف ديالو ولكن بلا حتى نتيجه، حتى غادي تفكر الاخ ديال عمر باللي عنده واحد صاحبو اللي كيعاود ليه عليه، وهو نفس الشخص اللي كان مشى معاه هذيك المره صار معاهم عند دوك البنات. مشى عنده قال ليه شنو كاين وبلي عمر هذه 4 ايام غابر على الدار وما بينش ليه الاثار، وقال ليه باللي راه قلبنا في كاع البلايص ولكن والو. قال لي هذاك صاحبو حتى انا راه شي 4 ايام دابا ما شفتوش، حيت اخر مره شفتو فيها كان مع دوك الخواتات في الشقه. طبيعه الحال عمر ما كانش عارف لا خواتات ولا خوت، وقال لي شكون هاد الخواتات اللي كتهضر عليهم؟ قال لي خوك عنده علاقه مع وحده فيهم ودائما كيكون مع بعضياتهم في الشقه، وخوك راه عنده علاقه مع مريم ومرتبطين من شحال هادي. قال لي خو عمر واش انت متاكد بلي اخر مره شفتيه فيها كان معاهم؟ قال لي اسمع صاحبي داك النهار كنت انا وياه كنتقهواو ومن بعد قال لي بلي غادي يمشي لعندهم وانا متاكد بلي مشى لعندهم، ويلا دابا الا بغيتي تتاكد نمشي ونوريك الشقه. مشاو فعلا. ملي وصلوا للعماره اللي فيها الشقه ديال الخواتات صاحب عمر غادي يبقى غير لتحت، وطلع عمر بوحديتو للشقه اللي فيها البنات. ملي وصل دق الباب وهي تحل ليه وحده منهم. ملي حلات الباب قال لها السلام عليكم اختي، انا راه خو عمر وجاي دابا كنسول عليه حيت راه غبر دابا شي 4 ايام، واش ما بانش ليك؟ قالت ليه وهي كتغوت وحنا اشنو غادي يجيب خوك لعندنا، اش بيننا وبينه؟ رد عليها خو عمر وقال لي انا راه عارف خويا كيجي لعندكم دائما لهنا وكيسهر معاكم. قالت لي اش هاد الهضره كتقول؟ كيفاش كيسهر معانا؟ حنا راه بنات عائله محترمه وهاد الشقه راه محترمه حتى هي. اش هاد الهضره كتقول فيها؟ حنا راه عمرنا دخلنا شي واحد غريب للدار، وهاد خوك اللي جاي كتقلب عليه راه ما عمرنا شفناه ولا عمرنا كنعرفو اصلا. المهم نزلوا فيه سبان ديال المعقول وسدوا عليه الباب ودخلوا في حالهم. نزل خو عمر عند صاحبه وقال لي اللي طرا وبلي هاد البنات ما محترمينش وها شنو داروا فيه وها شنو داروا فيه، واكيد انهم غالطين في العنوان حيت قالوا بلي ما كيعرفوش وعمرهم شافوه. قال ليه صاحب عمر كيفاش غلطانين في العنوان، انا متاكد 100% بلي هذه هي الشقه. فغادي نطلعوا بجوجهم هاد المره للشقه وغادي يدقوا وحلوا عليهم الباب. قال لهم صاحب عمر كيفاش كتقولوا ما كتعرفوش عمر وهو 24 ساعه هو عندكم في الدار، وانا شحال من مره جيت معاه سهرت معاكم؟ قالوا لي حنا ما كنعرفوا حتى شي واحد بهذه السميه، وإلا جيتي مره اخرى دقيتي علينا غادي نبلغوا بكم الشرطه. وطردوهم وسدوا الباب في وجههم.
صاحب عمر كان مصدوم علاش كيديروا هذا الشيء وعلاش نكروهم. المهم نزل خو عمر وصاحبو مشاو للباركينغ كيقلبوا على الطوموبيل ديال عمر، وفعلا غادي تبان ليهم هناك في ستاسيون وغادي يتاكدوا بلي فعلا السياره ديال عمر. مشاو عند الحارس وسولوه، قالوا ليه واش كتعرف مول هاد الطوموبيل؟ رد عليهم الحارس وقال راه مولاها دائما كيجي عند واحد البنات ساكنين الفوق في الشقه، راه واقيلا ولد عمهم، هادشي اللي قالوا ليا. ملي سمعوا هاد الهضره من عند الحارس عرفوا القضيه فيها ومشاو نيشان لمركز الشرطه وبلغوهم داكشي كامل اللي وقع معاهم اللي مشاو لعند هادوك البنات. وغادي يزيدهم صديق عمر واحد المعلومه اخرى، وقال لهم بلي عمر راه مرتبط مع وحده فيهم واللي سميتها مريم، وكانوا غاديين يتزوجوا، ولكن اكتشفنا واحد السيدي اللي كانوا فيه هاد البنات كيمثلوا افلام اباحيه. الضابط ملي سمع هاد الهضره صافي جمع الوقفه ومشاو نيشان للعماره اللي فيها الشقه ديال البنات وطلعوا دقوا عليهم الباب. ملي حلوا الباب غادي يتفاجئوا بالبوليس قدامهم، قالوا لهم السلام عليكم، واش كتعرفوا شي واحد سميتو عمر؟ ردوا عليهم البنات وقالوا حنا ما كنعرفوا حتى شي واحد بهذه السميه، وحيت ما كانت عندهم حتى شي امر بالتفتيش غادي نرجعوا في حالهم. ومشاو للدار اللي كيسكن فيها عمر، غادي يدخلوا الغرفه ديالو وهناك فعلا غادي يلقاو هذاك السيدي اللي كانوا فيه هذوك الخواتات. ورجعوا للعماره ديال الخواتات وسولوا الحارس على عمر، وفعلا غادي يقول لهم باللي دائما كيجي عندهم وهو عندهم ديما 24 ساعه على 24 ساعه. ومن بعد ما توصلوا لهاد المعلومات رجعوا مره اخرى للشقه، ولكن هاد المره غادي نقبضوا عليهم وخرجوهم من الشقه. فدخلوا للشقه كيبحثوا فيها، وهناك غادي يبان لهم واحد البرميل، اول ما غادي يفتحوه غادي تخرج منه واحد الرائحه خانزه بزاف. ملي قلبوه غادي نلقاو فيه الجثه ديال عمر، ولقاو ايضا في الشقه السكين والمنشار والمقده اللي استعملوا في الجريمه ديالهم، وايضا البقايا ديال الدماء في الشقه كامله. وهنا تاكدوا فعلا باللي الشقه كانت هي المسرح ديال الجريمه. ولكن واخا هكذاك مريم وخديجه مازال كينكروا باللي كيعرفوا هاد عمر وباللي عمرهم شافوه وما داروا حتى شي جريمه. كيفاش ما عندهم حتى شي علاقه بهاد الجريمه وهاد البرميل اللي فيه الجثه والبقعه ديال الدماء ومازال كينكروا؟ الشرطه بقات ليها حاجه وحده يعرفوا فينا هي وهي الراس، وكيسولوهم وكيقولوا لهم حنا ما عارفين والو، ما درنا والو، ما شفنا والو. الشرطه حوطات المنطقه وبداو كيقلبوا على الراس، ربما يكونوا لاحوه في شي بلاصه قريبه او لا في شي زباله حاشاكم. والشرطه ايضا بدات كتضغط عليهم حتى خلاوهم يعترفوا المحققين بكل شيء، من اول ما اتفقوا يقتلوه ويستدرجوه للشقه ويديروا ليه المنوم وكيفاش قطعوه وداروا في البرميل مع الماء القاطع. وبالنسبه للراس قالوا بلي داروا في واحد الطنجره حتى تفصلات اللحم على العظم، ومن بعد غادي نتخلصوا من هذيك اللحم. والجمجمه داوها لواحد المقبره وهناك دفنوها. مشاو معاهم المقبره فين دفنوا الجمجمه. ملي وصلوا للبلاصه اللي قالوا عليها وحفروا فعلا غادي يلقاو الهيكل العظمي ديال الراس بوحدو. ومن بعد هاد الاعترافات كامله غادي تحكم عليهم بالمؤبد. وهنا نكون وصلنا خوتي للنهايه ديال هاد القصه ديال اليوم. واللي ما مشتركش في القناه يشارك وضغطوا زر الاعجاب، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. اذا كان في العمر بقيه تهلاو لي في ريوسكم، بسلام عليكم.